المطعم ده الكلام عليه كتير قوي وكترت كمان فروعه، وعشان نبقى فير وما اجيش عليه هطلب نفس الاوردر في كذا فرع ونشوف هل في اختلاف ولا لا. وطبعا يوسف صاحبي مشكورا هو اللي هيخش يطلب الاوردر. نبتدي بقى في فرع التجمع ارابيلا بلازا. انا كل ده واقف مستني يوسف يقول لي الاوردر وصل عشان اخش. طلب الاوردر الساعه 3 وثلث، الاوردر كبير برده شويه، انا مراعي الحته دي، وبرده هنقارن التوقيت هنا وهنا وهنا لما نشوف. 4 ل 10 بالظبط والاوردر وصل. ادينا رايحين اهو، يوسف هناك اهو، الراجل راح ايه داخل ينزل له الاوردر، ويلا بينا بسم الله. نبتدي اول حاجه بقى ايه الميديم، عندهم كذا ليفل للسبايسي، جبت الميديم اللي هو يرضي جميع كل الاذواق. حجم البيس اهو كبير وعليها ايه نشف الباودر. نفتح بقى كده، اوبا اوبا اوبا، فراخ نظيفه زي ما انتم شايفين. يلا بينا بسم الله. البريدنج خطير، انا اكلت هشفل قبل كده ما كانش بالبريدنج ده الصراحه، والسبايسي حلو الصراحه، نظافه الفراخ والبريدنج والتتبيله لا الصراحه حلوه قوي. طبعا هم مشهورين بقى بالكب صوص الكبير، جبت اشهر اتنين عندهم، صوص الهشفل صوص الايه سموك ذا هاني. هنجيب بقى كده البيس بتاعتنا الجميله، اوبا ونغرق. يلا بينا اوبا بسم الله. صوص حلو قوي، حجم الصوص كبير قوي، وبيجي معاهم 2 عيش كده. نفتح بقى كده نعمل ساندوتش خطير، اوبا، وبيجي معاه بطاطس، نحط بقى شويه بطاطس كده قطعه الفراخ، وانزل بقى بالصوص وكل يا معلم. ده غير البطاطس بقى تيجي كده عليها توابل سخنه لطيفه. نخش بقى على الليفل الاعلى اكسترا هوت، حجم البيس نفس الكلام والقرمشه وكل حاجه. نفتح بقى كده، يلا بينا بسم الله. لحد دلوقتي السبايسي عادي ابتدى يجي. كنت جربت انا ليفل السبايسي قبل كده هنا في التشالنج اللي انا كنت عامله انا ومجير الاسباني في التحدي السبايسي، لو تفتكروا. لا السبايسي خطير هنا. لا خليكم في الميديم، البيس الميديم العادي اهو. نجربها فين بقى؟ في الصوص. ندب بقى كده، اوبا اوبا اوبا، واطلع يا باشا وبسم الله. وبيجي برده ايه معاه بطاطس، التوابل اللي عليها هي ونعيش، ونزل معاه ايه 3 كبات كده صوص. مش عارف هما بيجوا معاهم بقى ولا بيجوا مع كله، مع البيسز كلها. اكيد مش بيجي مع الاثنين بس، اكيد مع البيسز كلها. دول بقى اكتر سندوتشين بيطلبوا عندهم. الكريسبي اللي هو بتعمل فيه دب كده، بيتقسم نصين كده وبيتغرق في الجبنه مع حاجات كريسبي. وساندوتش الكريمي اونيون بصل كده. نبتدي ايه بالكريمي اونيون، يلا بينا بسم الله. حلو قوي، عجبني حاجتين قوي كده كده. الكريمي اونيون بحب على الفرايد تشيكن. عجبني قوي بقى ان البيس تخينه، بصوا. وتقريبا ده ليفل الميديوم السبايسي. كميه الفيلنج اللي جوه الساندوتش حلو قوي، العيش حلو، الكواليتي والتيست كل حاجه الصراحه. اوفرول ساندوتش بالنسبه لي، بص فراخ طالعه ايه من الساندوتش من كتر كبرها. نخش بقى على ايه على الجريمه. بيبقى عباره عن نصين بقى كده اهو، معمول له دوبين كده في الايه في الجبنه والحاجات الكريسبي اللي عليه مع البيكلز. وكل يا باشا بسم الله. والله حلو، انا قلت هجزع الصراحه من كميه الجبنه بس انا تمام. ده اللي بيحب اللغوصه يحبه قوي. نخش بقى على اخر حاجه وتقريبا ما فيش حد غيرهم بيعملها، الشريمب. نفس الفراخ ناشفل برضه، بيتعمل له ديبنج كده في الاويل وعليه الباودر. بصوا حجم الايه قطعه الجمبري عامله ازاي كده كده. البريدنج مكبر حجمها بس هي اوريدي حجمها كبير. بسم الله. مختلف والله، صايع. اللي كان جمبري مشوي، باتر فلاي، اللي كانوا داينامايت، كانوا في اي حاجه، بس الناشفيل دي بصراحه جديده وجامده ومختلفه وصايعه. وبيجي معاه بطاطس وقطعتين كورن صغيرين، لا كده كورن، وكمان بيجي معاه 2 عيش. لا ده مش قطعتين، اوبا ده في كذا قطعه كده للكورن، بص 3 4. لا حلو والله. وبيجي معاه عيش اهو. نفتح كده بقى، حط بقى الجمبري، حط الجمبري تاني، وانزل عليه بقى ايه الصوص السموك بتاعهم ده. اقفل كده يا باشا بقى وكل. جامد صوص السموك ده، لا الصراحه ده ما يتفوتش. شوف هتجيب بقى سندوتشات، هتجيب بيسز، هتجيب اي حاجه جمبري، صوص السموك ده خطير. نخش بقى على الفرع الثاني، ده بقى فرع المعادي. دي تقريبا ده اجدد فرع ليهم. استنيت كتير قوي الصراحه، تقريبا ازيد من نص ساعه، يعني 5 دقايق 10 دقايق، يعني ساعه الا تلت. نفس الاوردر بالظبط، كل حاجه من اول البيسز اللي هي ايه ميديوم، الليفل سبايسي الميديوم، والاكسترا هوت والجمبري وكله. نخش على اول حاجه بقى ايه البيسز الليفل الميديوم، غالبا نفس الحجم. يلا بينا. اوبا، نفس كمان السمك الفراخ. بسم الله. نفس الكلام، فراخ نظيفه، نفس التتبيله، حجم البيس كبيره الصراحه. الليفل السبايسي هو الميديوم. ده بقى الليفل الاعلى الاكسترا هوت، ده حجم البيس. نفتح كده نفس برضو ايه تخن الفراخ. بسم الله. اكتر حاجه في الاكسترا هوت ده ان السبايسي ما بيجيش وقتي، فاهم؟ تقعد كده ايه قد 10 على ايدك، هوب هتنور. خليك في الميديوم برضو، انا مصمم. بيجي معاه برضو ايه بطاطس، حاسس ان ايه الباكت ده مليان اكتر. عليه برضو توابل زي ما انتم شايفين كده، بارده سيكه الصراحه مش سخنه، لان الفرع بتاع التجمع كانت نار. نخش بقى على ايه اكتر سندوتشين بيطلبوا عندهم. اول واحد الكريمي اونيون، بس طبعا ايه بقى شايفين اكيد الفرق، زي ما انتم شايفين كميه البصل اللي فوق اكتر من فرع التجمع. العيش هو فريش. يلا بينا بسم الله. عايز اقول لكم بقى البصل لما كتر غطى على طعم الفراخ. يعني بالنسبه لي فرع التجمع كان مظبوط قوي، كميه البصل تمام، فحاسس بطعمها وطعم الفراخ. هنا اول قطمه تقريبا عشان كانت فيها بصل كتير فمغطيه طعم الفراخ، بس برده ايه سمك قطعه الفراخ اللي جوه الساندوتش برده تخينه. ده بقى الكريسبي تشيز، كريسبي كده على جبنه. الساندوتش ايه معمول له ديبنج فيها عشان يبقى بالمنظر ده. يلا بينا بسم الله. نفس الكلام، تخن قطعه الفراخ مع البيكلز وصوص الجبنه كريسبي كده. ده الصراحه كوبي هو ده نفس فرع التجمع. هوبا على الجمبري شريمب ناشفل، قطعه برده ايه حجمها كبير اهي، نفس الحجم بالظبط بتاع فرع التجمع. عايز اقول لكم مش بريدنج بس، اوريدي حجم الجمبريه تخينه، يعني ده جمبري جامبو. بص البريدنج تحفه، اذا كان اللي في الفراخ او اللي في الجمبري مع الناشفل اويل طعمه خطير. وبيجي معاه 4 كورن كده. لا يا باشا. ده بقى فرع مدينه نصر في ذا جاردن اللي هي الحديقه الدوليه سابقا. اسرع فرع مدينه نصر، تقريبا تلت ساعه بالظبط والاوردر وصل.
خش عليه خش عليه. تسلم ايدك يا عم يوسف. نفس الاوردر برده بالظبط. ويلا بينا نبتدي باول حاجه ايه؟ بالبيسز ليفل ميديوم. يلا بينا. بص، حجم البيس كبيره بس هي مقوقزه شويه، فنفتحها كده نفس الحجم نفس ليفل السبايسي ميديوم. التتبيله الفراخ نظيفه، سمكها تخين، كل حاجه بالملي الصراحه. والبريدنج قرمشه حلوه قوي، والنشف في الاويل خطير. ندلق بقى كده البطاطس عليها نفس التوابل. اوبا بسم الله. لطيفه دافيه كده حلوه، والتوابل اللي عليها حلوه قوي صراحه. نخش بقى على الليفل ايه؟ الاكسترا هوت. عندي كومنت صراحه ان كل بيس عليها بيكلز، خيار مخلل كده على كل بيس، ولا فرع التجمع ولا فرع معادي. فرع مدينه نصر بس هو اللي عليه ايه؟ البيكلز اللي على الوش. دي الاكسترا هوت نفس الحجم اهو. نفتح كده اوبا. وعندي كومنت برده، فرع مدينه نصر اللي احنا فيه ادانا ايه على البيسز 2 كاب صوص كده، فرع التجمع ادانا 3، فرع المعادي ادانا كاب واحد بس. فمش عارف الاختلافات، او مع كل وجبه المفروض في كام كاب صوص كده، مش عارف. دول تقريبا اجمل صوصين عندهم، اذا كان الهاشفل او السموكد هاني ماسترد. ده بالنسبه لي حلو قوي، يعني لو هتختاروا ده او ده بالنسبه لي تحفه. نخش بقى على السندوتشات. هوب، نفس الشكل تقريبا، نفس كميه الكريسبي. نرفع كده، وكميه الجبنه نفس الكلام. فكره ان اصور 3 فروع في نفس اليوم لو متجزأه تبقى احلى، بس في نفس اليوم عشان التجربه ايه ما انساهاش الصراحه، ابقى فاكر وحاسس وكل حاجه. يلا بينا بسم الله. نفس الكلام، الحاجه المتشابهه في كل السندوتشات اذا كان فرع التجمع او المعادي او مدينه نصر هي سمك الفراخ. نخش بقى عليه على الكريمي انيون. نفتح كده، كميه البصل تقريبا نفس ايه الكميه بتاعت فرع التجمع. يلا بينا كده بسم الله. بصوا سمك قطعه الفراخ عامله ازاي. الفراخ اوريدي نظيفه، التتبيله بتاعتها حلوه، هي نفس البيسز. الزياده بقى تخينه ازاي. تخش بقى على اخر حاجه الجمبري. هوب هوب، 7 قطع جمبري نفس الحجم برده، حجمهم كبير. بسم الله. الجمبري اختراع، حجمه وتتبيلته والبريدنج خطير الصراحه. مع الكورن بقى كده وعيش يا باشا. من الاخر بعد ما جربنا ال3 فروع تقريبا الكواليتي كنترول مظبوط بنسبه 90%، مفيش اختلاف كبير بنسبه 90%. كل حاجه مظبوطه، كميه الفيلنج اللي جوه الساندوتش، الكواليتي، التيست، كل حاجه تقريبا شبه بعض. هما بس حاجتين، البطاطس فرع المعادي كانت بارده شويه، بلس ان كميه الكريم انيون اللي في الساندوتش بتاع فرع المعادي كانت كتيره شويتين عن فرع التجمع وفرع مدينه نصر. ده غير فرق توقيتات استلام الاوردر في كل فرع، بس تقريبا مفيش اختلاف كبير، نص ساعه، تلت ساعه، ساعه الا تلت، 10 دقائق افريج كده، ده الاختلاف فتمام. بس المهم في الكواليتي والتيست وكميه الفيلنج والاسعار كل حاجه مظبوطه. فقولوا لي في الكومنتس الاماكن اللي عامله هايب وعندها كذا فرع كده عشان نجربهم ونشوف حته الكواليتي كنترول وهل في فرق والكلام ده كله. فشير وسيف للفيديو ومنشن لصاحبك، وافضل اقول لك كل فيديو نشار اي حاجه بتدعم القضيه. الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش. سلام.